معنا مباشرة من وسط سوق شعبي في مأرب موفد العربية محمد العرب. محمد مرحبا بك. أولا محمد، ما هو سر هذا الزي اليوم؟ كأنك عريس يا عروسة. والله يا خالد، هذا الزي هو زي أهل مأرب، وقد أكرموني اليوم بأن أرتدي زيهم، وأنا في وسط سوق شعبي. الحياة طبيعية، ربما نأخذ رأي أو رأيين لزملاء صحفيين أبوا إلا أن يرافقونا. الزميل علي أحد الصحفيين وهو ابن مأرب. كيف الأوضاع في مأرب يا علي؟ محافظة مأرب هي تحولت إلى حاضنة لكل المناهضين للميليشيات الإنقلابية. باتت محافظة مأرب منطلق للأعمال العسكرية، منطلق للأعمال الإدارية لمختلف وزارات الحكومة. هذا الوضع وهذا الضغط الذي تسبب به الانقلاب على محافظة مأرب، محافظة كان عدد سكانها محدود، أصيبت فجأة بتضخم سكاني يفوق 10 أضعاف سكانها العاديين، في ظل بنية تحتية هشة كانت مخصصة لعدد من السكان لا يتجاوز عشرات الآلاف. لكن مع ذلك الكهرباء مستمرة، الحياة مستمرة، المشاريع الكهرباء الإنشائية متواصلة. كل هذه الأعمال تضاف وترافق الأعمال العسكرية في الجبهات في مختلف المناطق. شكرا زميل علي. طبعا للمعلومة أن السنة الماضية فقط هناك أكثر من 100 صاروخ باليستي أطلقه الميليشيات الانقلابية نحو مأرب، إلا أن الدرع الصاروخي الذي وضعه التحالف العربي حول مأرب ساهم في إحباط باقي الهجمات، واليوم أهل مأرب يعيشون حياة طبيعية. خالد، قبل أن أخذ سؤالك، عندي هناك رسالة قصيرة من الزميل محمد وهو ابن أبين الصحفي من أبين. محمد، رسالة قصيرة. نعم بالتأكيد، العنوان البارز في مأرب اليوم التنمية والإعمار والأمن والاستقرار، وهذه النهضة العمرانية الكبيرة والأمن والاستقرار يأتي في إطار الجهود المبذولة أيضا من قبل السلطات المحلية ممثلة باللواء سلطان العرادة الذي يبذل جهودا جبارة في هذا الجانب. وبالتأكيد مأرب أصبحت الحاضن الآمن لكل أبناء الوطن، وهذا دليل على الأمن والاستقرار والتنمية والإعمار في المحافظة. شكرا يا محمد. خالد، أنا مستعد لأسئلتك. نعم. أنت ما جاوبتني على السؤال الأول، أنا برجع له بعدين، بس خليني أسألك الآن عن مشاهداتك في مأرب، وعن إذا كانت هناك مشاريع أو خطط تنموية يمكن الحديث عنها في مأرب تحديدا. نعم خالد، أولا مأرب رغم أن العدد السكان تضاعف إلى قرابة 10 أضعاف، حيث كان هنالك فقط 200 ألف مواطن، اليوم نتحدث عن قرابة 2,000,000 مواطن، إلا أن المشاريع التنموية مستمرة. الكهرباء جاهدا يحاولون أن تستمر طوال يعني بدون انقطاعات. هنالك طرق تم افتتاحها، واليوم كنا مع وزير الإعلام حيث أعلن عن إطلاق قناة سبأ، وأيضا أطلق صحيفة من سبأ. يبدو أن وزارة الإعلام التابعة للحكومة الشرعية تستعد إعلاميا لمعركة صنعاء الكبرى. أنا هنا يعني بدون حماية وسط أهالي مأرب، أرتدي الزي المأربي، أتحدث عن الوضع في مأرب. هذا أكبر رسالة، أن الوضع في مأرب والحمد لله يعني بشكل جيد. نعم. طيب، كلمنا عن هذا السوق الشعبي الموجود الآن المتواجد أنت فيه. أجعل الزميل المصور يضعك في أجواء المكان. هذا السوق هو سوق شعبي. أهالي مأرب عندما شاهدوا قناة العربية تجمهروا لإلقاء التحية والسلام. طبعا سوق التويتي الاستثماري فيه محلات للجوالات والملابس والخياطة ومطاعم وحلويات وعطور، إضافة إلى الأكلات التقليدية والشعبية. طبعا النحل عسل اليمني ماركة مسجلة لأهل اليمن، وهو من أفضل أنواع العسل أيضا. هذا هو واقع مأرب اليوم. تعيش حالة من الاستقرار، من البحبوحة. نعم. حالة من الأمل بأن اليمن يمكن أن يكون نموذج من مأرب. نعم طبعا. أيضا أي شخص يفكر في الزواج لابد أن يزور هذا السوق مثلك يعني يا محمد، ولا؟ أم عمر تابع يا خالد. طيب يا حمد، شكرا جزيلا لك، وتمنياتنا لك بالتوفيق. محمد العرب موفد العربية معنا من وسط سوق شعبي في مأرب.